دلوقتي يا حبايبي هنتكلم عن زمن زي ما انت شايف كده اسمه the present simple tense، زمن المضارع البسيط. اي زمن يا حبايبي هنيجي نشرحه خليك فاكر ان احنا بنشرحه في 5 نقط. بنشرحه في 5 نقط. اول نقطة هنتكلم عليها النهاردة في الزمن يا حبايبي وهي زمن المضارع البسيط اللي احنا اتكلمنا عنه. اول نقطة هنسميها الفورم. الفورم ده يا حبايبي معناها الشكل او التكوين. لازم تكون عارف الزمن ده بيتكون من ايه. لو جينا بصينا على المضارع البسيط يا حبايبي هنعرف ان المضارع البسيط الفعل فيه له صورتين، بس خليك فاكر ان دايما رقم واحد في الجملة في الانجليزي هو الفاعل. الجملة يا حبايبي ما ينفعش تبدأ بالفعل. يعني في العربي بقول يلعب احمد الكرة وبقول احمد يلعب الكرة، الاتنين صح. احمد يلعب الكرة ويلعب احمد الكرة، الاتنين صح. اما في الانجليش يا حبايبي ما ينفعش. لازم رقم واحد في الجملة يبقى مين يا حبايبي؟ يبقى السبجكت اللي هو الفاعل. طيب رقم 2 في الجملة يا حبايبي، رقم 2 في الجملة هيبقى الفعل اللي هو كلامنا عليه النهاردة. الفعل يا حبايبي اللي احنا بنسميه الفيرب. طيب الفيرب ده يا حبايبي له كام صورة في الانجليزي او في زمن المضارع البسيط تحديدا؟ الفعل في زمن المضارع البسيط يا حبايبي له صورتين، تعالوا نشوفهم كده. الصورتين دول يا حبايبي يا اما حاجة اسمها الانفينيتيف. الانفينيتيف ده يا شباب اللي هي الفعل فين؟ في المصدر. يا اما الفعل في اس او اي اس او اي اي اس. يبقى دول الصورتين بتوع زمن المضارع البسيط يا حبايبي. يا اما الفعل في المصدر يعني الفعل سادة بدون اي اضافات، يا اما الفعل بحط له شوية مكسرات. المكسرات بتاعتنا اللي هي اس او اي اس او اي اي اس. يبقى دي يا حبايبي المكسرات بتاعتنا. يبقى المضارع البسيط تاني يا حبايبي الفعل فيه له صورتين، يا اما الفعل سادة خالص بدون اي اضافات زي play وايت وجو وترافل والحاجات دي، ده فعل سادة بدون اي اضافات. اما الصورة التانية يا حبايبي هو الفعل اللي احنا بنحط له مكسرات. ايه المكسرات بتاعتنا؟ اللي هي عبارة عن الاس او الاي اس او الاي اي اس. تعالوا نشوف يا حبايبي امتى بختار الفعل في المصدر وامتى بختار الفعل في اس. خد بالك ان المضارع البسيط كلامنا كله على مين يا شباب؟ زي ما انت شايف كده كلامنا كله على الفعل. الفعل في زمن المضارع البسيط قلنا يا حبايبي له صورتين، يا اما الفعل في المصدر الفعل سادة يا اما بنحط له مكسرات. المكسرات بتاعتنا يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اي اس. تعالوا يا حبايبي نشوف امتى بختار الفعل في المصدر وامتى بختار الفعل باس. لو الفاعل بتاع الجملة بتاعتنا يا حبايبي كان عبارة عن I. I بمعنى أنا، we بمعنى نحن، you بمعنى أنت أو أنت أو أنتم أو أنتن أو they أو أي اسم جمع يا حبايبي، حضرتك هتحط الفعل في المصدر. الفعل سادة يعني الفعل بدون أي إضافات. طب ما ناخد شوية أفعال كده يا حبايبي سادة زي ما احنا حافظين. تعال نشوف كلمة يأكل. هتقول لي يا مستر يأكل يعني eat. يلعب، يلعب يعني play. يزور، يزور يعني visit. هتيجي تبص على الفعل، الفعل هنا كان سادة، الفعل بدون أي إضافات يا حبايبي. ليه؟ لأن الجملة بتاعتنا بدأت ب I, we, you, they. وأظن يا أبطال أنا محفظها لكم، فاكرين؟ قلنا مع I, we, you, they بنحط الفعل بدون إضافات، يعني الفعل سادة يا حبايبي، يعني الفعل بدون أي مكسرات. أمال الصورة التانية من الفعل يا حبايبي لو نفتكر، الصورة التانية من الفعل إن إحنا بنحط له اس أو اي اس أو اي اي اس، بس بشرط. إيه الشرط يا مستر؟ إن الجملة بتاعت حضرتك تبدأ به أو شي أو ات أو أي اسم مفرد. في الحالة دي يا حبايبي هنحط للفعل المكسرات بتاعتنا اللي احنا قلنا إن هي عبارة عن الاس أو الاي اس أو الاي اي اس. أدي المكسرات بتاعتنا يا حبايبي، بشرط إن الجملة بتاعتنا تبدأ به شي ات أو أي اسم مفرد. قلنا بنضيف يا حبايبي في الحالة دي يا إما اس يا إما اي اس يا إما اي اي اس. أدي يا حبايبي المكسرات بتاعتنا. طيب امتى بقى يا بطل بحط اي اس وامتى بحط اي اس؟ هقولها لك بس بعد شويه. تعال بس نفتكر كده مع بعض. احنا قلنا مع اي وي يو زي هتبقى الفعل بدون اضافات، مع هي وشو ات بنحط الفعل باس او اي اس او اي اي اس. اي اي اس يا حبايبي اللي احنا سميناها الايه؟ المكسرات بتاعتنا. حصل؟ طب يا حبايبي هو
امتى بحط اي اس واي اي اس؟ قلت لك لو الفعل منتهي باس اس او اس اتش او سي اتش او اكس او او هنحط للفعل اس. ماشي يا حبايبي؟ طب امتى بحط للفعل اي اس؟ لو الفعل منتهي بواي جاي قبله حرف ساكن. بس قبل ما نخش في الجزئيه دي تعال نشوف شكل الفعل مع هي وشي وات. احنا قلنا فوق هنا كانت ايت يا حبايبي، يبقى تحت يبقى انا اسمها ايتس. فوق هنا كان اسمها بلاي، يبقى تحت هتبقى بلايز. فوق كان اسمها فيزيت، تحت يبقى اسمها فيزيتس. يبقى احنا كده عرفنا يا حبايبي ان الفعل في زمن المضارع البسيط له صورتين، يا اما الفعل في المصدر يا اما الفعل في اس او اي اس او اي اي اس. طب كنا بنقولها ازاي؟ هفكرك. كنا بنقول مع اي وي يو ذي بنحط الفعل بدون اضافات، مع هي وشي وات بنحط الفعل باس. يبقى على حسب بداية الجملة. شوف يا بطل، الجملة بتاعت حضرتك بدأت بإيه؟ الجملة بتاعتنا لو بدأت بآي وي يو ذي، ها سامعك يا بطل بتقول وراي بنحط الفعل بدون إضافات. طب الشكل التاني قلنا مع هي وشي وإت بنحط الفعل بإس. الإس دي اللي هي الإيه يا شباب؟ اللي إحنا سميناها المكسرات. بحط الفعل إس أو إي إس أو أي إي إس. فوق هنا كانت eat تحت بقت eats، فوق كانت play تحت بقت plays، فوق كانت visit تحت بقت visits. دي فيها مشكلة؟ لا كده مفيش مشكلة. طب امتى بحط الاي اس بقى يا حبايبي؟ القاعدة العامة ان انا بحط للفعل اس. امال امتى بنحط الاي اس؟ تعال اقول لك يا بطل ونشوف مع بعض كده. لو الفعل بتاع حضرتك انتهى بالاس او الاس اتش او السي اتش او الاكس او الاو، بشرط ان الجمله بتاعتنا تكون بادئه بمفرد اللي هو هي شي ات، حضرتك هتحط للفعل اي اس. يبقى انا كده بقيت فاهم امتى بحط للفعل اي اس يا حبايبي. لو الفعل منتهي باس او اس اتش او سي اتش او اكس او او. زي ايه يا شباب؟ تعال اقول لك. زي مثلا عندي الفعل باس، يمرر او يناول يا حبايبي او يجتاز. لو جت مع هي شي ات يبقى اسمها passes، لازم احط لها اي اس. طب لو عندي الفعل وش، وش يا حبايبي معناها يتمنى، انتهت بالاس اتش، يبقى برضه اقوم حاطط لها اي اس مع هي شي ات. عندك الفعل كاتش بمعنى يمسك او يلحق بيه، برضه بحط لها اي اس. عندك الفعل فيكس، فيكس يا حبايبي معناها يصلح، برضه احط لها اي اس. والاشهر الافعال عندنا المنتهي بالاو هو الفعل جو. جو يا حبايبي بحط لها برضه اي اس. يبقى انا كده بقيت عارف امتى بحط للفعل يا حبايبي الاي اس، حفظتها خلاص. لو الفعل منتهي باس او اس اتش او سي اتش او اكس او او، وطبعا ده لازم يكون الفعل بتاعنا مفرد، فبحط للفعل هنا يا حبايبي اي اس. زي ما احنا شفنا في الافعال بتاعتنا، الفعل باس قلنا باس منتهي بالاس اس عشان كده حطينا له اي اس. الفعل وش منتهي بالاس اتش فحطينا له اي اس. الفعل كاتش منتهي بالاي اس منتهي بالسي اتش فحطينا له اي اس. الفعل فيكس منتهي بالاكس فحطينا له اي اس. والفعل جو يا حبايبي منتهي بالاو فحطينا له اي اس. امال يا حبايبي امتى بحط للفعل اي اي اس؟ تعال اقول لك القاعده كده احنا معظمنا فاكرها اصلا. لو الفعل بتاع حضرتك منتهي بواي، بس مش اي واي، ده لازم يكون قبلها حرف ساكن. زي كلمة ايه يا حبايبي؟ تعال افكرك. عندنا فعل يا حبايبي اسمه يبكي، يبكي معناها cry. بنشيل الواي ونخليها اي اي اس بقى cries. زي الفعل fly، fly بتتحول ليه يا حبايبي؟ لفلايز، وهكذا. يبقى ليه يا حبايبي احنا حطينا للفعل هنا اي اي اس؟ لان قلنا الفعل المنتهي بواي، الفعل المنتهي بواي يا حبايبي بنحول الواي لاي اي اس. الفعل المنتهي بواي بنحول الواي لاي اي اس اهو يا حبايبي. طيب ادى الفعل كراي يا شباب، قلنا بيتحول الواي دي تاني اهو لاي اي اس، والفعل فلاي حولنا الواي لاي اي اس. يبقى احنا كده حفظنا القاعدة يا حبايبي بشكل بسيط جدا. يبقى امتى بحط اس وامتى بحط اي اس وامتى بحط اي اي اس. ماشي يا حبايبي؟ سهلة. امتى بحط اس يا حبايبي؟ دي القاعدة العامة. امتى بحط اي اس؟ لو الفعل منتهي تاني يا حبايبي بالاس او الاس اتش او السي اتش او الاكس او الاو. طب امتى بحط للفعل اي اي اس؟ لو الفعل منتهي بساكن، منتهي بحرف واي جاي قبله حرف ساكن، بشيل الواي واحولها يا حبايبي لاي اي اس. قلنا زي الفعل كراي شلنا الواي وخليناها اي اس، زي الفعل فلاي شلنا الواي وخليناها اي اي اس.
ده بالنسبة يا حبايبي لأول شكل عندنا في زمن المضارع البسيط اللي هو الفورم، اللي هو قلنا الفعل في المصدر الفعل سادة، أو الفعل بنحط له مكسرات. إمتى بنحط الفعل سادة؟ قلنا مع I we you they بنحط الفعل بدون إضافات، مع he وشي وإت بنحط الفعل بأس. ده يا حبايبي اللي احنا قلناه. تعالى نيجي لتاني نقطة عندنا في زمن المضارع البسيط. ايه تاني نقطة موجودة عندنا يا حبايبي هنتكلم عنها النهاردة؟ حاجة اسمها نيجاتيف. نيجاتيف يا حبايبي معناها النفي. لازم نعرف الزمن ده بيتنفى بإيه. المضارع البسيط يا حبايبي بيتنفى بأكتر من طريقة، بس للأسف معظم الطلبة بتبقى حافظة واحدة منهم بس. تعال أقول لك أول طريقة للنفي يا بطل. أول طريقة رقم 1 أهي، هننفي بكلمة don't أو هننفي بكلمة doesn't. بس خد بالك يا بطلي بقى إن don't و doesn't دي بتنفي حاجة واحدة بس. إيه الحاجة الواحدة دي يا مستر اللي بتنفيها؟ بتنفي فعل مصدر بس. يعني don't دي يا مستر ما يجيش وراها إلا فعل فين يا شباب؟ لازم يجي معاها فعل فين؟ فعل في المصدر. هنكتبها تاني يا حبايبي. يبقى don't يا حبايبي ما بيجيش وراها إلا فعل فين يا شباب؟ فعل مصدر أهو، فعل مصدر. يعني اللي ايه فعل مصدر يا حبايبي؟ يعني الفعل بدون اي ايه؟ الفعل بدون اي اضافات. هذا يا حبايبي الفعل في المصدر. مش عارف يا كل شويه تتمسح ليه. هنكتبها تاني يا شباب، فعل مصدر لتاني مره. هذا يا حبايبي فعل مصدر. يبقى احنا كده عرفنا ان اول طريقه ان انا بنفي بدونت وايه ودازنت والفعل في المصدر. طب تاني طريقه يا حبايبي هننفي بيها، تعال اقول لك يا بطل. تاني طريقه هننفي بيها هي كلمه am not و isn't و aren't. بس في تريكة هنا يا حبايبي بقى، اوعى تنساها. am not و isn't و aren't يا حبايبي بتنفي ايه؟ ما بتنفيش فعل. احنا فوق هنا قلنا don't و doesn't بيجي وراهم فعل، و don't و doesn't يا حبايبي بالعربي معناها لا زائد فعل مضارع. اي لا زائد فعل مضارع بالعربي عندك يا حبيبي هتترجم ل don't و doesn't. يعني انا لا احب تبقى I don't like، هي لا تحب تبقى she doesn't like. طبعا يا حبايبي المفروض ان احنا عارفين don't و doesn't بتيجي مع ايه. طبعا كلمة don't يا حبايبي بتيجي مع الجمع، معاهم I اللي هي I we you زي بياخدوا don't. اما كلمة doesn't يا حبايبي مع المفرد الغائب اللي هو he she it. امال am not و isn't و aren't بتنفي ايه يا حبايبي؟ am not و isn't و aren't دول تلاتة صح؟ التلاتة بينفوا تلاتة. التلاتة بينفوا تلاتة. التلاتة بينفوا تلاتة دي يعني يا حبايبي هينفوا صفة، يعني هينفوا اسم، يعني هينفوا حرف جر. عشان كده بنقول التلاتة بينفوا تلاتة. التلاتة اللي بينفوهم اللي هي الصفة زي كلمة هابي وطول وشورت. طب تاني حاجة الاسم، أحمد محمد فارمر تيتشر. طب تالت حاجة حرف الجر. يبقى قاعدة بتقول التلاتة بينفوا تلاتة. طب هي ام نوت وازنت وارنت دي معناها ايه بالعربي يا حبايبي؟ معناها ليس. طب كلمة ليس هيجي وراها ايه؟ احنا قلنا هيجي وراها يا اما صفة يا اما اسم يا اما يا حبايبي حرف ايه؟ يا اما حرف جر. طب ما تيجي ناخد مثال على دي ومثال على دي كده عشان ما نتلخبطش يا شباب، واحدة واحدة. ادي اول نقطة يا حبايبي، لو جيت قلت لك حمزة وقمت مديك يا بطل سبيس، ادي السبيس بتاعنا اهو. حضرتك مفتاح الحل في الكلمة اللي بعد النقط. قلت لك حمزة وسبيس ايت محشي. بص على الكلمة اللي بعد النقط كده يا بطل. الكلمة اللي بعد النقط لقيتها كلمة ايت. طب ايت دي ايه؟ ده فعل في المصدر. يبقى انا يا حبايبي هنا محتاج ينفع اقول حمزة ليس يأكل محشي ولا حمزة لا يأكل المحشي؟ لو انا جيت خيرتك قلت لك ها تاخد لي كلمة isn't، طبعا حمزة ده مفرد ينفع ياخد isn't، وحمزة بما انه مفرد برضه ينفع ياخد كلمة ايه؟ doesn't. الاتنين صح. طب ما تيجي نترجم. انت قلت لي يا مستر كلمة isn't، انا لسه كاتبها لك يا بطل. كلمة isn't معناها ايه؟ ليس، بيجي وراها يا صفة يا اسم يا حرف ايه؟ جر. طيب امال كلمة don't و doesn't الاتنين يا حبايبي كاتبهم لك فوق اهو، الاتنين معناهم لا، فوق اهم يا حبايبي. الاتنين معناهم لا. بيجي وراهم فعل فين؟ فعل في المصدر او فعل مضارع.
طب كلمة eat دي يا شباب، كلمة eat دي فعل في المصدر صح؟ يبقى الإجابة يا حبايبي هتبقى كلمة إيه؟ doesn't، معناها حمزة لا يأكل المحشي. يبقى هنكتب هنا يا حبايبي على السبيس اللي موجود عندنا كلمة doesn't. إيه اشمعنى كلمة doesn't يا مستر؟ لأن eat دي فعل فين؟ في المصدر. طب تعالى ناخد الجملة التانية ونشوف. الجملة التانية بتقول لك يا حبيبي مودي، قمت مديك سبيس، قمت قايل لك in كايرو. in كايرو يعني في القاهرة. وقمت يا بطلي مخيرك ما بين جملتين، قلت لك مودي isn't ولا مودي doesn't. فكر انت كده يا بطل. طيب تعال نبص على اللي بعد النقط. بعد النقط يا مستر انا عندي in كايرو، ده حرف جر يا حبايبي. اللي بينفع حرف الجر اوعى تروح ل doesn't، لازم اروح لكلمة ايه؟ isn't. ليه يا مستر كلمة isn't؟ لان isn't يا حبايبي بيجي وراها يا صفة يا اسم يا حرف جر، وكلمة isn't معناها ليس. ترجم بقى مودي ليس في القاهرة. ينفع اقول مودي لا في القاهرة؟ لا طبعا. الإجابة هنا يا حبايبي هتبقى ايه؟ isn't. يبقى ده حبايبي انت كده المفروض فهمت الفرق ما بين النفي بكلمة don't والنفي بكلمة doesn't. تعالوا نطلع شوية كده يا حبايبي ونشوف ايه النفي تاني، ايه الفرق تاني. ناخد اكزامبل كمان عشان نأكد المعلومة. لو جملة بتقول لك يا حبيبي مو صلاح، اللي هو محمد صلاح طبعا كلكم عارفينه، وقمت مديك سبيس، وقمت قايل لك يا بطل بعد السبيس هو ده مفتاح الحل ready for the match. بص كده على اللي بعد النقط. كلمة ريدي دي يا حبايبي، ريدي دي ايه معناها؟ ايه كلمة ريدي دي؟ معناها جاهز او مستعد. وقمت جاي مخارك يا بطل قلت لك مو صلاح ها isn't ready، وقلنا isn't معناها ليس، ولا مو صلاح doesn't ready، وقلنا doesn't معناها لا. ها ترجم انت بقى. انت قلت لي يا مستر اللي بيجي وراها صفة واسم وحرف جر هي كلمة isn't، معناها ليس جاهز او ليس مستعد. اما ينفع اقول لا جاهز او لا مستعد؟ لا طبعا. يبقى الاجابة هنا يا حبايبي هتبقى كلمة ايه؟ هتبقى كلمة isn't. يبقى ما تلخبطش في الفرق ما بين don't و doesn't و am not و isn't وايه و aren't. ماشي يا شباب. تعالوا نشوفها تاني كده عشان نأكد على المعلومة بتاعتنا. يبقى احنا يا حبايبي بنتكلم في النفي. خليك فاكر ادي يا حبايبي كلمة I we you they، واي اسم جمع يا حبايبي قلنا يتنفى بكلمة ايه يا شباب؟ قلنا يتنفى بدونت، وقلنا دونت بيجي وراها فعل مصدر فقط. طب معناها ايه بالعربي يا حبايبي؟ معناها لا، معناها لا زائد فعل مضارع. لا زائد فعل مضارع، ده في العربي يا حبايبي. اي لا زائد فعل مضارع يا حبايبي ترجم لدونت او ايه او doesn't. يبقى مع I we you they هننفي بكلمة ايه يا شباب؟ هننفي بكلمة don't. طب don't معناها ايه يا حبايبي؟ قلنا معناها لا. امال يا حبايبي مع هي المفرد بقى، مع هي عايزين نقول مع هي she it، مع هي she it ادي يا حبايبي هي she it او اي اسم مفرد حضرتك هتنفي بكلمة doesn't. وdoesn't يا حبايبي برضو عايز وراه الفعل في مصدر. يعني الفعل مصدر يا حبايبي؟ يعني الفعل بدون اي اضافات. طب معناها ايه بالعربي يا حبايبي؟ قلنا معناها كلمة لا برضو. لا زائد فعل مضارع. يبقى يا حبايبي ده كلمة don't و doesn't الاتنين يا حبايبي ما بينفوش الا فعل في المصدر فقط، لازم يجي وراهم فعل في المصدر. اما يا حبايبي احنا لسه قايلين من شوية الفرق ما بين am not و isn't وايه و isn't و aren't. تعالوا بصوا يا حبايبي. ادي يا حبايبي I ما بتاخدش غير am ونفيها طبعا am not. وقلنا يا حبايبي المفرد اللي هو he she it دول هيتنفوا بكلمة ايه؟ isn't. وقلنا يا حبايبي we you they
دول يا شباب بيتنافوا بكلمة aren't، ودول 3. وانا لسه قايل لك من شوية التلاتة بينفوا 3، التلاتة بينفوا 3. التلاتة اللي بينفوا 3 ادي am not ادي رقم 1 فيهم، وكلمة isn't ادي رقم 2 فيهم، ودي كلمة aren't ادي رقم 3 فيهم. التلاتة بينفوا 3. ايوه يا حبايبي التلاتة بينفوا 3. هيجوا ورا التلاتة دول ايه؟ احنا لسه قايلين هيجوا وراهم يا اما صفة يا اما اسم يا إما حرف جر. اوعى تنساها بالله عليك. يبقى التلاتة بينفوا 3. التلاتة اللي بينفوهم يا حبايبي قلنا يا صفة يا اسم يا حرف ايه؟ يا صفة يا اسم يا حرف جر. لازم تحفظ ادي الصفة ادي الاسم ادي حرف الجر. يبقى التلاتة بينفوا 3. اظن كده يا حبايبي الموضوع ما لخبطش خالص. حضرتك لازم تبقى عارف الفرق ما بينهم. الفرق ما بينهم اهو. اي يا حبايبي بتاخد am not، وقلنا المفرد اللي هو هي وشي وات بياخد كلمة isn't، وقلنا وي يو زي دول بياخدوا كلمة ايه؟ aren't. بس دول يا حبايبي ما بيجوش وراهم في زمن المضارع البسيط افعال. امال بيجوا وراهم ايه؟ بيجوا وراهم يا صفة يا اسم يا حرف جر. طيب ايه الطريقة التالتة للنفي؟ احنا كده شرحنا طريقتين. الطريقة التالتة للنفي يا حبايبي ان انت عندك كلمة never. بس never دي يا حبايبي للمفرد والجمع. المفرد والجمع يا حبايبي يعني ايه المفرد والجمع؟ يعني سواء كانت اي وي يو ذي هي شي ات، كله يا حبايبي ياخد كلمة نيفر. بس نيفر دي نسميها نيفر الطيبة. ليه؟ كنا بنقول ان نيفر بتنفي الفعل من غير ما تغير شكله. يعني ايه يا حبايبي؟ لو دخلت على فعل في المصدر بتسيبه في المصدر، لو دخلت على فعل باس بتسيب فيه الايه؟ فيه الاس. يبقى ده يا حبايبي بالنسبة لكلمة ايه؟ بالنسبة لكلمة نيفر بنقول نيفر بتنفي الفعل من غير ما تغير شكله. نيفر بتنفي الفعل من غير ما تغير شكله. طب ما تيجي ناخد اكزامبل بسيط كده عشان الناس تفهم يعني نيفر بتنفي الفعل من غير ما تغير شكله. لو جيت قلت لكم يا حبايبي جملة بتقول صلاح وسبيس، وقمت مديك هنا كلمة بتقول gets up late، وقمت مديك في الاختيارات يا بطل، قمت قايل لك تختار لي صلاح isn't. طبعا صلاح مفرد ممكن ياخد isn't، وصلاح مفرد ممكن ياخد كلمة doesn't لأن قلنا المفرد بيحب الاس، وصلاح مفرد برضو بياخد never لأن قلنا إن كلمة never بتيجي للمفرد والإيه والجمع. طب ما تيجي نشوف كده. أنا عندي يا حبايبي بعد النقط كلمة إيه؟ كلمة gets. gets هنا يا حبايبي هل ده فعل في المصدر؟ لا، ده فعل فيه اس. طب إحنا هنطلع فوق كده، بص كده أدي كلمة don't أول واحدة فوق. قلنا كلمة don't عايز وراها فعل في المصدر، و doesn't عايز وراها الفعل فين؟ في المصدر، لأن don't و doesn't يا حبايبي ما بينفوش إلا فعل. امال ايه اللي بينفي الفعل من غير ما يغير شكله؟ هي كلمة نيفر يا حبايبي. طب ليه يا مستر ما اخدناش كلمة doesn't؟ doesn't بترجع الفعل لمصدره زي ما احنا لسه قايلين من شوية. doesn't بترجع الفعل لمصدره يا حبايبي. طيب امال كلمة isn't؟ احنا قلنا ان isn't يا حبايبي عايزة وراها يا صفة يا اسم يا حرف جر. يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين النفي بدونت ودازنت وام نوت وازنت وارنت وكلمة نيفر. التلاتة قدام عينك يا بطل اهو. مش هتروح لدونت ودازنت الا اذا كان عندك فعل مصدر بس. هتروح لام نوت وازنت وارنت لو عندك يا بطل صفة اهو رقم 1، او عندك اسم او حرف جر. كنا بنقول التلاتة بينفوا 3، التلاتة بينفوا 3، التلاتة بينفوا 3. طب نيجي لكلمة نيفر. قلنا ان كلمة نيفر يا حبايبي للمفرد والايه والجمع بتيجي مع كله، بس نيفر دي طيبة لانها بتتحط قبل الفعل بتنفيه من غير ما تغير شكله. نيفر بتنفي الفعل من غير ما تغير شكله. نيفر بتنفي الفعل من غير ما تغير شكله. تعالوا بقى ناخد 3 امثلة كده يا حبايبي ونشوف الناس فهمت الدرس ده او النقطة دي او الجزئية دي ولا لا. ادي اول جملة يا حبايبي. الجملة بتقول دينا الجملة يا حبايبي بتقول دينا، قمت مديك سبيس، وبعد السبيس قمت لك help her mother. ونفس الجملة بتقول لك دينا وسبيس وقمت لك helps her mother. والجملة الثالثة يا حبايبي بتقول لك دينا وسبيس hungry.
ترجم لي بقى كده يا بطل. وقمت مديك 3 اختيارات تحت عشان حضرتك تشوف انت هتختار ايه. اديتك مثلا، احنا قلنا دينا دي مفرد، يعني دينا دي تاخد isn't، ودينا دي يا حبايبي تاخد doesn't، ودينا يا حبايبي تاخد never. تعالوا نشوف بقى كده الاختيارات بتاعتنا. مفتاح الحل فين؟ في الكلمة اللي بعد النقط، كلمة help. help دي يا حبايبي فعل في المصدر. ايه اللي كان بينفي الفعل في المصدر؟ ايوه يا بطل، فكر كده. كلمة لا. لا تساعد. لا يعني يا حبايبي يا دونت ايه؟ يا doesn't. يبقى اول واحدة هنا هنكتب كلمة doesn't، لان دينا دي مفرد والمفرد بيحب الاس. طب ما تيجي لتاني نقطة. تاني نقطة يا حبايبي، هنا عندك كلمة helps. helps ده الفعل فيه ايه؟ فيه اس. طب هو إيه اللي كان بينفي الفعل من غير ما يغير شكله؟ هي كلمة never. يبقى يا حبايبي never بتنفي الفعل من غير ما تغير شكله. طب ما تيجي للكلمة اللي بعد كده، لقيت كلمة hungry. بعد النقط لقيت كلمة hungry. hungry دي ايه؟ صفة بمعنى جائع. ايه اللي بينفي الصفة يا حبايبي؟ كنا بنقول لقيت 3 بينفوا 3، فاروح لكلمة isn't. يبقى انت كده بقيت عارف ان المضارع البسيط بيتنفى يا بدونت يا بدازنت، والاتنين معناهم لا زائد الفعل في المصدر. الاتنين معناهم لا زائد الفعل في المصدر. محدش ينسى يا جماعه، دونت ودازنت عايزه فعل المصدر. اما ام نوت وازنت وارنت عايزه صفه يا اسم حرف جر. اما نيفر بتنفي الفعل من غير ما تغير شكله. تعالوا يا حبايبي للجزئيه اللي بعد كده، وهي الكويستشن. الجزئيه رقم 3 يا حبايبي، الكويستشن اللي هو السؤال. طب القاعده بتقول ايه؟ ثبت كده القاعده عندك يا بطل. بتقول اللي بنفي بيه بسأل بيه. اللي بنفي بيه بسأل بيه. يعني ايه يا مستر؟ بص كده في اول الصفحه بطل عندك دونت ودازنت، صح؟ يبقى معلك هتسأل يا اما بكلمه دو يا اما بكلمه داز. هتشيل منها بس النوت، هتشيل نوت. طب حد فاكر دو كانت بتيجي مع ايه؟ طبعا يا مستر كلنا فاكرين. كلمه دو يا حبايبي بتيجي مع الجمع، صح؟ معاهم اي. دو يا حبايبي اهي بتيجي مع اي، وي، يو، they. بس خد بالك ان اي وي بتحرف السؤال لايه؟ ليو. امال داز هتيجي معايا يا حبايبي؟ داز هتيجي مع هي، شي، ات. بس خد بالك يا بطل، طالما حضرتك سألت بدو او داز يبقى لازم يكون ورا الفاعل فعل مصدر. لازم. ليه؟ لان اتفقنا يا حبايبي ان دو وداز كان اصلهم دونت وايه؟ ودازنت. ودونت ودازنت ما بينفوش الا فعل فين؟ في المصدر. يبقى هي دي التركه بقى. ركز كده، لازم تكون عينك شايفه انت بتحل ايه. يعني يا مستر عيني شايفه بتحل ايه؟ يعني لازم تكون عارف انت بتدور على ايه في الجمله. طالما هنا يا حبايبي السؤال بدأ بدو، يبقى لازم يكون عندي فعل فين؟ في المصدر. لازم. هل يأكل، هل يلعب، هل يشرب. ادي داز يا حبايبي، برضو لازم يكون عندي فعل فين؟ في المصدر. طب هو ايه الفرق ما بين دو وداز؟ دو للجمع وداز للايه؟ للمفرد. يبقى انا كده بقيت فاهم. طالما السؤال بتاعي بدأ بدو داز يبقى انا محتاج يا حبايبي، يبقى انا محتاج فعل في السؤال. محتاج فعل في السؤال. طب هو ايه الطريقة التانية للسؤال؟ تعالى يا بطل. الطريقة التانية ان حضرتك ممكن تسأل بكلمة is، وحضرتك ممكن تسأل بكلمة ار. وطبعا يا حبايبي كل دول معناهم هل. دو وداز معناهم هل. طيب هي از بتيجي مع ايه؟ كلنا حافظين يا مستر. از اصلا يا حبايبي دي للمفرد، صح؟ يبقى از دي يا حبايبي هتيجي مع هي، شي، ات. وار هتيجي مع وي، يو، they. وطبعا ايام بيتحال في السؤال ار يو، عشان كده ما كتبناهاش. طب يا مستر هو السؤال لو بدأ بإز أو آر هنعمل إيه؟ حضرتك تبقى عارف طالما السؤال بدأ بإز أو آر، إز وآر دي كان أصلها إزنت وأرنت، والتلاتة بينفوا تلاتة. طب في السؤال برضه هيسألوا على تلاتة حبايبي، يبقى هي تسأل على صفة أو اسم أو حرف جر. صفة أو اسم أو حرف جر. واللي تحت زيها هتسأل على صفة أو اسم أو حرف جر. يبقى الحل قدام عينك، ما تتوهش مني يا بطل. ما تتوهش مني. حضرتك لو سألت بإز وآر يبقى السؤال بتاعك ما فيش فيه فعل. امال في ايه يا مستر؟ في صفة او اسم او حرف جر اهو. طب امال السؤال لو بدأ بآر؟ احنا بنتكلم على زمن المضارع البسيط مش اي زمن تاني، لان إز وآر في المضارع المستمر ام إز آر والفعل فاين جي. طيب هنا يا حبايبي اهو
هحط صفة أو اسم برضه أو حرف إيه؟ أو حرف جر. يبقى أنا كده بقيت فاهم. تعالى كده يا بطل بقى ناخد إكزامبل كده نأكد بيه المعلومة بتاعتنا. حد يقول لي يا مستر إيه الفرق ما بين do you والإكزامبل اللي بيبدأ بكلمة are you؟ آدي يا حبايبي الفرق. الفرق بسيط جدا. انت قلت لي يا مستر من شويه السؤال لو بدأ بدو يبقى لازم يكون عندي فعل في المصدر، السؤال لو بدأ بار يبقى عندي يا صفه يا اسم يا حرف ايه، يا صفه يا اسم يا حرف جر. يبقى do you بص كده live in زفت. اللي بعده are you from زفت. طيب ابص انا على ايه يا مستر لما اجي احل؟ بص يا حبيب قلبي هتبص على ايه؟ هتبص على اللي بعد الفاعل. الفاعل هنا اسمه يو والفاعل هنا اسمه يو. حدد اللي بعد الفاعل. عندك هنا بطل بعد الفاعل لقيت فعل تروح تسأل بدون، لقيت بعد الفاعل حرف جر يبقى تروح تسأل يا بإذ يا بإيه يا بآر. يبقى أظن كده السؤال واضح يا حبايبي. حضرتك لو سألت بدو داز يبقى لازم السؤال بتاعك أهو، السؤال بتاعك لازم يكون في فعل في المصدر أهو يا شباب، الفعل في المصدر أهو. طب حضرتك لو سألت بإذ أو آر يبقى لازم يكون عندك يا صفة يا اسم يا حرف جر، يا صفة يا اسم يا حرف جر. مفيش فعل في السؤال يا حبايبي، مفيش فعل في السؤال. تعال نبص الجملة الأخيرة دي كده. قمت بادئ لك بسبيس، قمت قايل لك احمد like flowers، وقمت سألك هنا يا بطل بطريقة بسيطة كده، ها يا مستر احنا هنبدأ السؤال بتاعنا بدز ولا هبدأ السؤال بتاعي بإز؟ حبيبي الاتنين صح، لان احمد ده مفرد ياخد داز وياخد از. بس في فرق بسيط كده انا لسه قايله لك يا بطل، ان عشان اسال السؤال بداز لازم يكون ورا احمد فعل في المصدر. بص على اللي ورا احمد على طول فعل مصدر تبقى داز. طب عندي ورا احمد يا شباب صفه او اسم او حرف جر، فحضرتك هتروح لكلمه ايه؟ از. اظن كده عرفنا القاعده اللي بتقول اللي بان في بيه بسال بيه، اللي بان في بيه بسال بيه. تعالوا يا حبايبي نشوف بعد كده السؤال بكلمة استفهام. عشان حضرتك تسأل سؤال بكلمة استفهام يا بطل لازم تبدأ بالدبليو اتش وورد. أدا يا حبايبي الدبليو اتش وورد. ايه الدبليو اتش وورد دي يا مستر؟ اللي هي وات وير وين. بعد الدبليو اتش وورد يا بطل، بعد الدبليو اتش وورد حضرتك هتحط يا دو يا دز. وهنا دو دز يا حبايبي ليس لهم معنى. طب هو دو دز بس يا مستر؟ لا، حضرتك ممكن تحط يا بطل يا إز يا آر. طب أظن بقى المفروض نكون عرفنا الفرق. إيه الفرق ما بين دو وداز في السؤال يا حبايبي وإز وآر؟ تعال أقول لك يا بطل الفرق ما بين دو وداز وإز وآر. هنا يا حبايبي دو وداز هيجي وراهم فاعل، دو وداز هيجي وراهم فاعل. طب ما إز وآر برضه هيجي وراهم فاعل. أمال المشكلة فين؟ التركة فين؟ التركة في اللي بعد الفاعل. دو وداز يا حبايبي محتاجين فعل مصدر. طب ما احنا لسه قايلين ادي يا حبايبي دو داز لازم يكون معاه فعل مصدر. امال از وار لازم يكون عندك صفة او اسم او حرف جر. اظن كده يا حبايبي اتكررت اكتر من مرة واتحفظت بقى محدش لخبط فيها. لو انت عندك دو او داز في السؤال لازم يكون عندك فعل في المصدر. طب عندك از وار في السؤال لازم يكون عندك صفة او اسم او حرف جر. يبقى مفتاح الحل فين يا شباب بقى؟ بص يا بطل كده، مفتاح الحل في الحتة ده. مفتاح الحل في اللي بعد الفاعل. شايف اللون الفوشيا ده؟ مفتاح الحل في اللي بعد الفاعل، او اللون البينك ده اللي بعده يا حبايبي. لو جاي فعل في المصدر تبقى دو او داز، لو بعده صفة او اسم او حرف جر يبقى از وايه؟ از واو. تعال بص المثال البسيط ده يا حبايبي بقى عشان نتجاوز مرحلة السؤال. لو جيت قلت لك where وسبيس، قلت لك you come from، ها واللي بعده where وسبيس you from. ها فكر كده يا بطل
السؤال اللي فوق ده زايد بإيه؟ في كلمة زيادة وهي كلمة come. طب أنا هبص على إيه يا مستر أنا بحل؟ حبيبي أنت هتبص على كلمة you. حدد you بعدها إيه؟ you بعدها فعل، يبقى وأنت مغمض يا بطل هتروح تحط كلمة do. طب هنا يا حبايبي you بعدها حرف جر، حضرتك هتروح تحط كلمة are. يبقى أنت كده يا بطلي فهمت الفرق ما بين كلمة do وكلمة إيه؟ وكلمة are في السؤال. سهلة يا حبايبي. يبقى do يا حبايبي do أهي عايزة فعل فين؟ في المصدر. أما are يا حبايبي عايزة يا صفة يا اسم يا حرف جر. ده بالنسبة يا حبايبي لتكوين السؤال. باقي لي إيه في الزمن ده يا حبايبي؟ باقي لي كلمات الدالة على زمن المضارع البسيط اللي احنا بنسميها يا حبايبي الكي ووردز. كلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. تعالوا نفتكر مع بعض كده يا حبايبي ايه هي الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. أول كلمة يا حبايبي بنسميها ظروف التكرار اللي هي كلمة always بمعنى دائما، usually أو usually بمعنى عادة، often بمعنى غالبا، sometimes بمعنى أحيانا، وعندنا يا حبايبي occasionally بس دي مش عايزين نزود المعلومة بتاعتنا عشان ما لخبطكوش. عندي sometimes، وعندي يا حبايبي كلمة اسمها hardly ever معناها بالكاد أو بصعوبة، وعندي كلمة never، وعندي every لما يجي وراها مدة زمنية زي كلمة every day every week، وعندي كلمة يا حبايبي اسمها rarely بمعنى نادرا، وكلمة اسمها seldom بتساويها يا حبايبي برضو معناها نادرا، وعندي كلمة once وtwice و3 times لما يجي وراهم مدة زمنية. يعني ايه once وtwice و3 times؟ قوم حاطط لك وبعدها كلمة week بعدها كلمة month وهكذا، معناها مرة في الشهر، مرتين في الشهر، مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع. يبقى دي يا حبايبي نسميها الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. كلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. طيب الكلمات دي يا حبايبي لما بشوفها بستدل بيها إن زمن الجملة مضارع بسيط في الغالبية العظمى يعني. طيب الكلمات دي يا حبايبي بتتحط فين في الجملة؟ تعال أفكرك كده. ظروف التكرار يا حبايبي ليها مكانين في الجملة. احنا اتفقنا يا حبايبي الكبير بتاعنا في الجملة نمبر 1 هيبقى السبجكت. السبجكت ده اللي هو مين؟ الفاعل. طيب نمبر 2 المفروض ان هو الفيرب، بس نمبر 2 هنا يا حبايبي هيبقى ظرف التكرار. ظرف التكرار يا حبايبي. يبقى ظرف التكرار مكانه فين؟ أول مكان ليه بيجي قبل الفعل. هنرجع تاني يا حبايبي نحط الفعل بتاعنا عادي. انت قلت لي من شويه ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل، يبقى نحط هنا فعل اساسي يا حبايبي اللي هو بلاي وايت وجو ودرينكس والحاجات دي، فعل اساسي اللي هو يا حبايبي قلنا يا اما الفعل ساده يا اما بالفعل بمكسرات. ماشي يا حبايبي. يبقى ظرف التكرار يا شباب كده اول مكان له، ظرف التكرار اول مكان له قبل الفعل الاساسي. بص الفعل الاساسي فين اهو، الفعل الاساسي اهو بيجي قبل. طيب تاني مكان له يا حبايبي ظرف التكرار تاني مكان له بيجي بعد am و is و are. لو الجملة فيها am و is و are فظرف التكرار هيبقى رقم 3. يبقى لو عندي am أو is أو are يبقى رقم 3 يا حبايبي هنحط هنا يا شباب ظرف التكرار هيبقى رقم 3 أهو. يبقى انا كده بقيت حافظ يا حبايبي ظرف التكرار بيجي قبل جميع الافعال ما عدا ايه يا شباب؟ ما عدا ام واز وار ظرف التكرار بيجي بعد. تعال اقول لك بيجي لك ازاي في الاسئله يا حبايبي. لو جيت قلت لك احمد ويديك سبيس، قمت قايل لك مثلا في الاخر كلمه ليت، قمت مخيرك يا بطري قلت لك احمد often arrives، احمد often arrive، احمد
arrives often. هتختار لي ايه؟ انت قلت لي يا مستر ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل. ظرف التكرار بيجي قبل الفعل، يبقى اروح لكلمة often arrives. هي دي الإجابة الصح يا حبايبي. طب ليه يا مستر ما رحتش ل often arrive؟ لأن أحمد ده مفرد يا حبايبي. أحمد ده اللي هو هي، واحنا قلنا مع هي وشي وإت بنحط الفعل بإس. أما الترتيب الأخير ده يا حبايبي يبقى غلط، ما ينفعش أقول arrives often. يبقى الإجابة بتاعتنا تبقى often arrives. جملة تانية يا حبايبي بتقول برضو معانا حمزة sometimes is، ولا حمزة is sometimes late؟ هتختار لي ايه؟ طالما عندك يا بطل am is are، يبقى ظرف التكرار يجي بعد am is are، تبقى الإجابة is sometimes يا حبايبي. زي ما احنا كاتبين فوق ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الأساسي وبعد am و is و ايه؟ وبعد am و is و are. هذا بالنسبة يا حبايبي لظرف التكرار أو الكلمات الدالة. نيجي لآخر نقطة معانا يا حبايبي، آخر نقطة يا أبطال، اللي هي حاجة اسمها اليوسج. اليوسج يا حبايبي اللي هي الاستخدام. الزمن ده يا حبايبي استخدمه في ايه؟ خليك فاكر ان المضارع البسيط يا حبايبي اول استخدام له بنستخدمه في حاجة اسمها facts. facts يا حبايبي معناها حقائق، سواء حقائق علمية او حقائق عامة. يبقى الفاكتس يا حبايبي معناها حقائق علمية او حقائق عامة. تعال ناخد اكزامبل بسيط كده يا حبايبي عشان الفيديو ما يطولش مننا قوي. وقمت قايل لك يا بطل ذا مون اللي هو القمر، قمت قايل لك ذا مون اوربتس. ليه اخترنا المضارع البسيط؟ لان الجملة هنا بتتكلم عن حقيقة علمية. ذا مون اوربتس ذا sun، معناها ان القمر بيدور حوالين، خلاها الارض يا حبايبي، the moon orbits the earth. دي حقيقة علمية يا حبايبي، دي اسمها facts. طيب تاني استخدام للمضارع البسيط يا حبايبي، تاني استخدام له الهابتس. هابتس يعني ايه يا شباب؟ هابتس يا مستر يعني عادات. هابتس يعني عادات، يعني ايه يا حبايبي؟ يعني حاجة بعملها من وقت للتاني. ادي يا حبايبي كلمة عادات. ادي تاني استخدام للمضارع البسيط. قلنا يا حبايبي الهابتس عادات، يعني حاجة بعملها من وقت للتاني. زي ايه يا حبايبي؟ لما اجي اقول لك يا حبيبي I always get up early on Fridays، معناها انا دايما بصحى بدري ايام الجمعة. يبقى دي عادة، حاجة بعملها من وقت للايه؟ للتاني. طيب تالت استخدام لها يا حبايبي هنقول عليها حاجة اسمها تايم تيبل. ايه التايم تيبل ده يا حبايبي؟ اللي احنا بنسميه جدول المواعيد. يعني ايه يا مستر جدول مواعيد دي؟ انا الكلمة دي اول مرة اسمعها. جدول مواعيد يا حبايبي يعني اي حاجة بتتحرك وفقا لجدول مواعيد. اي حاجة بتتحرك وفقا لجدول مواعيد. زي ايه يا حبايبي؟ زي مواعيد العمل، مواعيد المواصلات، مواعيد القطارات، مواعيد الدروس، مواعيد السينما، مواعيد المسرح. لو جيت قلت لك مثلا the train، القطر ده يا حبايبي بيتحرك وفقا لجدول مواعيد، فلازم تحط وراه مضارع بسيط. هتقولي the train leaves at 3 p.m. لو جيت قلت لك the bank opens، البنك بيفتح، قمت لك at 8 a.m. البنك بيفتح الساعة كام يا حبايبي؟ البنك بيفتح الساعة 8. يبقى هنا يا حبايبي المضارع البسيط بيعبر عن حاجة بتتحرك وفقا لجدول مواعيد. يعني جدول مواعيد يا حبايبي؟ قلنا زي مواعيد الايه؟ مواعيد المواصلات، مواعيد العمل، مواعيد البرامج، مواعيد المباريات، مواعيد الحصص زي حصص المدرسة، مواعيد الدروس،
مواعيد الامتحانات، مواعيد السينما، مواعيد المسرح، مواعيد الافلام، مواعيد البرامج، كل ده اسمه جدول مواعيد. وبكده يا حبايبي اكون خلصنا زمن المضارع البسيط. ان شاء الله تراجعوا وتبص عليه مره واثنين وثلاثه وتلاقوا الامور سهله، وباذن الله اشرح لكم ازاي نحل السؤال الرايت على زمن المضارع البسيط. النهارده شرحنا، والحصه الجايه باذن الله تكون حل. سلام يا شباب.